السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هفضل اشكركم حبايبي اللي معايا، وشكرا لحبايبي اللي نوروني، وهفضل اشكركم العمر كله. شكرا للتعليقات الحلوة، وشكرا لاي كومنت حلو حتى لو سلبي بناء برضو شكرا. بس عايزة اقول ملحوظة بس، واحترامي لحبايبي التعليقات الإيجابية، عايزة أقول بس ملحوظة بس. نفاق، دعاء لما بقوله ده أنا بقوله يعلم الله ما هي العلاقة بيني وبين ربنا، وربنا هو اللي هيحاسبني. الله يسامحك. ثانيا، اللي بيقول لي العلاقة ملهاش مقدمة ليها علاقة بالموضوع، كل لو تاخدوا بالكم كثير من المحتويات، كثير من القنوات يطلعوا بيقولوا صلوا على النبي واذكروا الله واستغفر الله العظيم واتوب، ويقولوا برضو كثير من الادعية. ما قلتش حاجة زيادة عن اي حد بيقولها، وبرضو شكرا من القلب للقلب، وهفضل اشكركم كلكم فوق راسي يا حبايبي. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن امرأة، القرد. ايه هي امرأة القرد؟ انا مش بتنمر، انا ما بقولش حاجه غلط على حد، انا بقول على حكايه وبطلعه وبقولها بحذافيرها، وايه اللي حدث وايه اللي ايه اتقال. كل اللي بيخلقه ربنا كويس، هذا خلق الله. نقول واحده واحده. اولا الست دي، ايه ليه اتقال عليها الامرأة القرد؟ لانها بتتسم ان هي عندها شعر كثيف جدا جدا في جميع انحاء جسمها، وفي ايديها بطريقة جامدة جدا، وفي وشها، وهي عندها انف عريض وفم عريض واسع، وعندها حواجب مقوسة، وتتسم ان كتفها عريض، وان هي كانت ست عندها شعر كتير جدا جدا. الست دين، واحد اسمه طبيب امريكي قال ان هي بتتسم انها نصها قرد ونصها انسان. الراجل دوت قال، وفي بعض المقولات قالت ان هي عند القبيله بتاعتها كانت والعياذ بالله بيتم تزويج من قرد، يعني القبيله بتاعتها كانوا بيتسموا بكده. لكن هذا كلام غير حقيقي، لان ده مرض منتشر في بعض الناس، مرض فعلا بيحدث. يعني كان في مرض بالاسم دوت، اللي هو ان هي ايه، امرأة يعني انسان يبقى فيه مواصفات قرد. فالمرض ده كان موجود، ولا ملوش علاقة بالسمعة اللي قالت ان هي القبيلة بتاعتها ان هي يعني بيتزوجوا من القرود. طب الست ديت ايه اللي حصل لها؟ الست دي اصلا اتولدت سنة 1836. واحدة واحدة كده. الست دي اسمها جوليا باسترانا، وهي من المكسيك. الست دي كانت بتعاني من الفقر الشديد جدا. حاولت ان هي تشتغل، معرفتش تشتغل لقبح وجهها، وهذا خلق الله. طيب ايه اللي حدث؟ في قابلت واحد اسمه ممثل امريكي، قال لها ان هو يعني هتبقى عندها مكاسب مالية جديد، ومكاسب مالية كبيرة وارباح هائلة. فالست عشان بتعاني من الفقر راحت معاه السيرك. لما راحت السيرك انهالت عليها العروض من جميع الدول، اوروبا من جميع الدول، فبقت تروح من هنا لهنا، وانتشرت واشتهرت جدا في الجرايد. تزوجها زوجها، وان هو دخل عليها ان هي بيحبها وبيعطف عليها وحبها، فالست تزوجته من حبها. المهم الست دي تزوجت وانجبت ولد، وهي بتولد توفت عن عمر يناهز 26 سنة، وتوفت. لما توفت يا عيني يعني ما اتدفنتش زي اي حد بيدفن. اللي حدث هقول لكم، ان الست ديت بعد كده زوجها عرضها على طبيب. الطبيب ده قام بطحنتها، وخد باعها، وخد يعني باعها للطبيب، وخد عنها مبلغ حلو يعني. والست دي الطبيب دوت خدها وحنطها. لما حنطها الراجل الطبيب دون قام بعرضها، حطها في معرض. ولما اتعرضت في معرض المعرض ده كسب مكاسب كبيرة قوي، عالية قوي. فالمهم النرويج سنة 1979 قالوا ان الست دي لازم تدفن زي اي حد بيدفن. لما حاولوا ان هم يدفنوها، قاموا بعض الاشخاص بشرقة يعني سرقوها. لما سرقوها
بعد 100 سنة لقوها مرمية في القمامة. بعد كده خدوها وودوها في كلية الطب الشرعي وحطوها في جامعة أوسلو. لما حطوها في الجامعة طبعا المكسيك طلبت بإعادتها، وتم إعادتها إلى المكسيك، وتم دفنها بالطريقة اللي بيدفن بها أي حد. ولما دفنت الناس بقوا يروحوا القبر بتاعها ويعرضوا ويحطوا عليها يعني الورود البيضاء، والحمد لله ان ربنا اكرمها واتدفنت، والناس بقت تروح تزورها ويحطوا عليها الورود البيضاء. حبايبي انا حكيت لكم على حكاية حصلت بحذافيرها، دي خلقة ربنا، ملناش حاجة في نفسنا. اي حد ربنا بيخلقه، ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة. انا حبيت اعرض لكم معاناة الست دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اوعوا تنسوا تعملوا لايك حبايبي، اللي ما اشتركوش في القناة اتمنى تشتركوا حبايبي. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا حبايبي.